فهل أفسخ ولا أكمل؟ جينا بقى للسؤال القاسي. أنا بكره أهلي جدا. أول مشكلة وهي إنك مسمي الناس دي أصحابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في أول فيديو Q&A على القناة. خلونا ندخل في الموضوع على طول ونبدأ نجاوب على أهم الأسئلة اللي وصلت لي. وعلى فكرة الأسئلة جت لي من تطبيق الصراحة. واضح كده إن في ناس كتير عندهم شوية رهاب اجتماعي. يلا بينتو. أول سؤال معانا بيقول إزاي بتتعامل مع شهوات الشباب في زمن الفتن ده؟ وهل وقعت قبل كده في فخ كنت فاكر إنك أقوى منه؟ تمام. من وجهة نظري التعامل مع الشهوات في الزمن ده مش جولة بتكسبها وخلاص، أو معركة مثلا بتخلص بالضربة القاضية. هي بالضبط عاملة زي ماتش طويل محتاج نفس طويل. فلو جيت تسأل محمد أبو السود إزاي بتتعامل مع الشهوات، فهقول لك بكل بساطة إني ما بسيبش دماغي فاضي. فعليا بحاول دايما أشغل وقتي، لأني متأكد إني لو وقعت في الفراغ فأنا وقعت في الفخ اللي عايزه الشيطان مني. فبحاول أعمل حاجات كتير في يومي، يعني مثلا أنا أغلب وقتي في الشغل، يعني وبعدين مثلا بلعب رياضة، بسمع بودكاست مفيد، بتعلم. أهم حاجة إني ما قعدش فاضي. وفي حتة مهمة هنا وهي إني ما بعملش نفسي بطل. يعني لو عارف إن في طريق أو أبليكيشن معين حيزحلقني مش بدخل من الأول، لأن الذكاء فعليا إنك تتجنب المعركة من أولها، مش تدخلها وتقول لي أنا حجرب قوتي جوا. الحتة الثانية، هل وقعت قبل كده في فخ كنت فاكر إنك أقوى منه؟ أيوة طبعا، ومين فينا ما وقعش؟ بص يا صاحبي، الغرور بالثبات هو أول خطوات الوقوع. الواحد فينا ممكن يقول أنا خلاص كبرت على الكلام ده، أو أنا مسيطر، وهو بتلاقي نفسك في لحظة ضعفت قدام موقف تافه جدا. وبرضه خلينا نقول إن الفخ الحقيقي مش في الوقعة، الفخ هو إنك تفضل واقع. اللي تعلمته فعليا هو إن القوة مش إني ما أعملش الغلط، لكن القوة إني أول ما أقع أقوم أنفض هدومي واستغفر وأشوف الطريق اللي مشيت فيه. لو الطريق مش كويس فورا هغيره. بس كده. السؤال اللي بعده بيقول، وعلى فكرة ده سؤال أنا كنت مستبعده بس إن شاء الله خير. أنا اكتشفت إن خطيبتي كان ليها ماضي سيء وهي تابت دلوقتي، فهل أفسخ ولا أكمل؟ بسم الله. بص يا صاحبي، الموضوع ده محتاج هدوء وعقل علشان نوصل لحل يرضي الكل. والكلام ده ينطبق عليك لو عرفت حاجة عن خطيبتك، وينطبق عليها برضو لو عرفت لا مؤاخذة إن ليك ماضي مش تمام. أولا وقبل أي حاجة، في جميع الأحوال سواء قررت تكمل أو تفسخ فالستر هو العنوان. حتستر عليها وعلى ماضيها تماما، وخد بالك ده من شيء من الرجال. ثانيا، انت قلت بلسانك انه ماضي، وزي ما بيقولوا اللي فات مات. وطالما هي تابت وبقت إنسانة محترمة فربنا بيغفر، فاحنا مين علشان ما نغفرش؟ ثالثا وده الأهم، لو انت شخص بطبعك بتعدي وبتعرف تنسى وتتغاضى، وحتعرف يعني ايه، وحتعرف تتعايش مع اللي عرفته اللي هو ماضيها من غير ما تفتحه تاني، يبقى كمل وتوكل على الله. أما لو كنت شخص شكاك وأي موقف صغير بكرة ممكن يحصل هتفهمه غلط أو هيرجعك للماضي، فبلاش تكمل. لأن فعليا الحياة الزوجية أصلا فيها عقبات ومشاكل طبيعية، فلو ضفنا عليه عقدة الماضي المركب هتغرق بيك. فلو مش هتقدر تفتح صفحة جديدة بجد والصفحة دي تكون بيضة تماما، يبقى بلاش تظلم نفسك وتظلم العقل. والأهم من ده كله زي ما قلنا إنك هتستر عليها في جميع الأحوال. تمام؟ يلا بينا. السؤال اللي بعده، وده أظرف سؤال موجود معانا. هل لو الواحد عمل مصيبة زمان ومفيش ناس كتير يعرفوها والناس شايفينه دلوقتي محترم وكويس، هل لو اتجوز لازم يصارح شريكة حياته بغلطته القديمة علشان يكون صادق، ولا الستر هنا معناه إني بغشها؟ تمام. بص يا صاحبي، اسمح لي إن أقول لك بكل حب إن ده مش معناه إنك بتغشها، ده معناه إنك أهبل. سامحني، بس انت لو رحت حكيت لشريكة حياتك عن بلاوي زمان بدافع الصدق طبعا، انت كده مش بتبقى صادق، انت كده بتعمل تدمير ذاتي لعلاقتك. ربنا سبحانه وتعالى غطى عليك لما غلطت، فايه الحكمة انك تروح تفضح نفسك؟ الستر ده هدية من ربنا سبحانه وتعالى، تقوم انت ترفض الهدية وتفتح ملفات قديمة قفلتها التوبة. وبعدين معلش، انت متخيل لما تروح لها تحكي يعني هتقول لك ايه؟ يعني هتقول لك انا ما شفتش حد بالصدق والامانه دي؟ لا حبيبي، الستات ذاكرتهم في المصايب اقوى من ذاكره الكمبيوتر. اي خناقه تافهه ولو بعد 10 سنين
ولو حتى على ملح الأكل هتلاقيها بتفكرك بغلطة زمان وتقول لك ما أنا اللي غلطانة، ما أنا اللي وافقت بواحد كان بيعمل كذا وكذا. فليه تديها سلاح ضدك يعيش معاها العمر كله؟ خليك ذكي. الماضي ده صندوق مكفول، مفتاح ورميه في أعمق محيط. أما بقى الصدق الحقيقي هو إنك تكون صادق معاها دلوقتي، تحبها، تصونها، وتكون الراجل المحترم اللي هي شايفاه. استر على نفسك يا برنس زي ما ربنا سترك، وبدل ما تروح تعترف ليها روح صلي ركعتين شكر إن ربنا سترك وجملك في نظرها. اوعى تعمل كده. السؤال اللي بعده بيقول أنا بنت ملتزمة الحمد لله ولابسة لبس شرعي واسع، بس بقيت بلاحظ إن كل أصحابي اللي بيلبسوا مودرن وبيهتموا بمظهرهم بزيادة بيتخطبوا وبيتجوزوا، وأنا فعليا ما حدش معبرني. هل الحجاب واللبس الواسع فعلا بطفي البنت وبيخلي فرصها في الجواز أقل زي ما بيقولوا؟ وهل ربنا هيحاسبني لو فكرت أغير لبسي شوية علشان أتشاف وألحق قطار الجواز وبعدين أرجع تاني؟ تمام. يعني أولا ربنا يثبتك وحبب لقلبك الستر والحياء والحشمة، لأن اللي انت فيه ده في الزمن ده بطولة حقيقية مش مجرد لبس. ثانيا انت بتقولي ان اصحابك اللي بيلبسوا مودرن وبيهتموا بالمظاهر اللي هي طبعا لبس وميك اب وروائح بيتخطبوا، صح؟ تمام. بس خليني اسالك سؤال بصراحه، بيتجوزوا مين؟ الغالب ان اللي بينجذب للمظاهر والمكياج واللبس الواصف هو شخص بيدور على حد شبهه في التفكير. هل انت كبنت ملتزمه وعايزه تبني بيت في طاعه ربنا هيكون ده الزوج اللي انت عايزاه؟ ده اول حاجه. ثانيا محدش معبرني. كلمة محدش معبرني دي كلمة صعبة وظالمة لنفسك. الحقيقة إن اللبس الشرعي الواسع بيعمل هيبة وحصانة للبنت. الشاب اللعبي أو اللي مش جاد بيخاف يقرب من البنت الملتزمة لأنه عارف إنه هيتصدق أو إنه مش قد المسؤولية دي. اللبس الواسع مش بيطفي البنت، هو بيفلتر الناس اللي حواليه، ما بيخليش حد يقرب منك غير الراجل اللي بجد، اللي بيدور على جوهرة ومستعد يدخل البيت من بابه. ثالثا تغيير اللبس علشان تتشافي. فكرة إنك تغيري لبسك علشان تتجوزي وبعدين ترجعي تاني ده فخ كبير لسبب، لا كمان لسببين. أولا ربنا هو اللي بإيده قلوب العباد ورزقهم. هل منطقي نعصر الرزاق علشان ناخد الرزق؟ أكيد لا. ثانيا لو جالك حد وانت لابسة لبس مش بتاعك هو كده اختار صورة مش حقيقية، فأول ما ترجع للواسع والالتزام ممكن تصل مشاكل لأنه ما كانش ده اللي هو عايزه. الجواز يا أختي أو الزواج، خلينا نقول الزواج بلا جواز، الزواج يا أختي رزق مكتوب عند ربنا بالثانية والدقيقة، والرزق لا يستجلب بمعصية الله. في آلاف من البنات اللي بتقول عليهم مودرن دون ما بيتجوزوش، وآلاف المنتقبات والملتزمات بيتجوزوا وربنا بيرزقهم بأحسن رجال. فنصيحة أخوية اثبتي قطار الجواز، ثاني قطار الزواج مش حيفوتك، لأن القطر ده مخصوص باسمك وحيوصل في الميعاد اللي حدده ربنا سبحانه وتعالى. ما تبيعيش الغالي اللي هو رضا ربنا علشان حاجة كده كده جاية بتقدير الله. ربنا يا رب يرزقك بالزوج الصالح ويرزق كل البنات المسلمين بالزوج الصالح، اللهم آمين. السؤال اللي بعده بيقول عندي مشكلة وهي إني بشوف أصحابي بيسهروا بيعرفوا بنات وعايشين سنهم. عايشين سنهم كده ماشي، وأنا لا. الله. ولكن بحس نفسي منعزل عنهم وإني معقد. إزاي أحل المشكلة دي؟ تمام يا وحش. اللي انت شايفه مشكلة هو في الحقيقة 3 مشاكل ومحتاجين يتنسفوا من دماغك. أول مشكلة وهي إنك مسمي الناس دي أصحابي. الصحاب بجد هم اللي بيسحبوك، فلو بيسحبوك لحاجات غلط أو بيحسسوك بالنقص لمجرد إنك محترم يبقى لازم تراجع الدائرة اللي حواليك دي فورا. الصحاب الحقيقيين هم اللي بيشجعوك علشان تثبت على الصح، مش اللي بيخلوك تحس إنك غريب وسطهم. تاني مشكلة هي إنك فاكر إن ده اسمه عايشين سنهم. مين اللي قال إن الصياعة ومعرفة البنات والسهر هم دول قمة الاستمتاع بالشباب؟ دي صورة مشوهة. عايش سنك بجد يعني محافظ على صلتك مع ربك، بتتعلم دينك، بتبني مستقبلك، بتهتم بصحتك، بتعمل ذكريات محترمة مع ناس شبهك، وبتحافظ على قلبك نظيف. أما اللي بيعملوه ده مش حرية ولا نصاحة، ده استنزاف لروحهم وقتهم. ثالث مشكلة ودي الأهم، إنك متضايق وفاكر نفسك منعزل ومعقد. ازاي يا برنس تسمي الثبات تحقيق؟ ده قمة القوة والرجول في زمن الكل فيه ماشي ورا الموجة.
فعليا في الزمن ده إنك تفضل واقف مكانك وبتحافظ على مبادئك ده إنجاز يستحق الفخر مش الكسوف. أنت مش معقد يا صاحبي، أنت نظيف، وأنت مش منعزل، أنت متميز. بدل ما تحاول تنتمج أو تندمج مع أصحاب مش شبهك، دور على أصحاب بيقدروا قيمتك ويكونوا شبهك، وساعتها هتعرف إنك كنت صح من الأول. بس كده. صاحب السؤال اللي جاي ده شكله بيغيظني. أستاذ محمد، أستاذ محمد، أنا شاب جاهز ماديا ونفسيا ونفسي أعف نفسي بالحلال. لفيت كتير وبدور على زوجة صالحة، لكن بجد مش لاقي. كل اللي بقابلهم إما مهتمين بالمظاهر، يا إما تفكيرهم بعيد تماما عني وعن الدين. هل الزمن ده خلاص ما فيش فيه صالحات؟ أولا ما شاء الله إنك جاهز ماديا، يعني ده يدل على إن الشغل تمام والجيوب عامرة ما شاء الله. يعني أنت عريس لقطة في الزمن ده. ربنا يا رب يزيدك ويبارك لك يا غالي. بص يا برنس، انت قسمت الناس لصنفين، بتوع المظاهر والبعاد عن الدين. بس الحقيقة انك نسيت اهم صنف، وهو الصنف الثالث، وده الصنف اللي بدور ان شاء الله على حد زيك بالظبط، لا فارق معاهم مظاهر كذابة ولا بايعين دينهم. دول بقى موجودين وكتير، يعني فعليا كتير. بس الفكرة في مكان البحث. وعلشان اوضح لك انت ليه مش شايفهم، خليني اديك مثال، وبالله ما حدش فهمنا غلط. تخيل انك واقف قدام قطيع كبير من الخرفان لونهم اسود، وفي وسطهم واحدة بس لونها أبيض. هل لو بصيت نظرة سريعة من برا حتشوفها؟ مستحيل. السواد أكيد يعني هيغطي على عينك. لازم تدخل وتدور وتسأل وتدقق علشان تطلع البيضة اللي وسطها. الزوجة الصالحة في الزمن ده زي الجوهرة، والجوهرة طبعا يا سيدي ما بتبقاش مرمية في الشارع لأي حد يشوفها، دي بتبقى مستخبية ومحفوظة، ومحتاجة منك تعب ومجهود وسؤال علشان توصلها. خليني بقى أسألك، أنت بتسأل فين؟ أصل لو بتدور في القهوة أو وسط ناس مش بتوع ربنا، فطبيعي مش هتلاقي غير اللي شبههم. اللي بيدور على لؤلؤ بينزل البحر، مش بيدور عليه في بيت مهجور. اسأل في المسجد، اسأل مشايخ اللي تثق فيهم، اسأل في دوار أهل الخير والعلم. الأماكن دي هي المناجم اللي فيها الصنف الثالث. الحاجة الثانية، فعل جهاز المخابرات المنزلي. والدتك، خالتك، عمتك، الست بتعرف الست من أول نظرة، وهم أكتر ناس هيعرفوا يفلتروا ليك حاجة تناسبك ويعني إيه تناسب تفكيرك. الحاجة الأهم بقى الدعاء. اوعى تسيب الدعاء، الدعاء الدعاء الدعاء. وخليك واثق إن رزقك موجود ومستنيك، بس محتاج سعي في الاتجاه الصح. فخليك فاهم إن الزمن ده فيه صالحات كتير جدا والله، بس إحنا اللي بنبص في الاتجاه الغلط أحيانا. اتعب شوية في التدوير. وبصراحة يعني معلش، البيت اللي أساسه الستر والدين يستاهل منك كل مجهود. وربنا يا رب يرزقك ويرزقني طبعا، ويرزق كل شباب المسلمين ببنت الحلال الصالحة الجميلة المتدينة كفاية. يلا السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول: بص يا حاج محمد، هيني بسيط، أنا في ثانوية عامة والحمد لله بذاكر وبعمل اللي أقدر عليه، وطبعا إحنا كلنا عارفين إن الغش حرام طبعا. فأنا في وسواس بيطاردني من أول السنة، وهو إني أجيب سماعة زي غيري وغش. أنا مش ناوي أعمل كده، ولكن خايف أوقع. أعمل إيه؟ بسيطة والله، ما تعملش كده. ما فيش أي مبرر في الدنيا يخليك تبيع دينك ومبادئك وتعب سنة كاملة علشان سماعة. طبعا الشيطان هيقعد يقول لك: يا ابني ما كله بغش، وكلهم هيبقوا أحسن منك وهيدخلوا كليات القمة وأنت هتتظلم. قول له: أنا عايز قمة ربنا مش قمة الغش. فعليا الشهادة اللي هتاخدها بالغش هي شهادة فيها شبه حرام، وأي مليم هتكسبه في مستقبلك بسبب الشهادة دي هيبقى فعليا برضه في شبه حرام. فهل أنت مستعد تبني حياتك كلها على باطل؟ وبرضه خد بالك، اللي بيغش ده بيسرق مجهود غيره، وربنا سبحانه وتعالى مش بيبارك في السرقة. يعني ممكن هو يدخل طب أو هندسة بالغش، بس هيفضل طول عمره فاشل أو حاسس بنقص لأنه أخذ مكان مش مكانه. أنت بقى بجهدك وتعبك ربنا هيوفقك في المكان اللي فيه خير ليك، ويمكن مجموع أقل يفتح لك أبواب الرزق أوسع بكتير من مجموع يعني كبير بحرام. فعايزك أول ما الفكرة دي تجيلك افتح يا باشا كتابك واقطع الطريق على التفكير تماما. ولو خايف بعدين توقع، افتكر إنك مراقب من ملك الملوك قبل المراقب بتاع الوزارة. خليك راجل واعتمد على تعبك. التوفيق بتاع ربنا طعمه أحلى بكتير من نجاح مسروق. انت بطل لغاية دلوقتي انك بتقاوم. كمل جميلك بقى وفرح أهلك بنجاح نظيف يرفع راسك وراسه، وربنا يا رب يوفقك ويكتب لك النجاح والخير يا غالي.
جينا بقى للسؤال القاسي. أنا بكره أهلي جدا بسبب معاملتهم القاسية لي ومش قادر أبرهم. هل أنا كده عاق ومصير النار مهما عملت من خير؟ بص، تعال نجاوب على السؤال ده من النهاية للبداية. أولا، حتة مصير النار مهما عملت من خير دي والله أعلم ما فيش بشر يقدر يفتي فيه، لأن الجنة والنار يعني بيد ربنا سبحانه وتعالى. ثانيا، أنت سألت هل أنا كده عاق، وفي نفس الجملة قلت أنا مش قادر أبرهم. أنت كده جاوبت عن نفسك. الحقيقة اللي لازم نعرفها هي إن ما فيش منطقة ثالثة في الموضوع ده، يا إما بار يا إما عاق، ما فيش حاجة في النص. ثالثا، ودي أهم نقطة، هتقول لي بس هم قاسين علي وبظلموني، هقول لك والله حقك، بس ده مش مبرر العقوق. مهما عمل فيك أبوك وأمك من أمور سيئة، أنت ملزم ومفروض عليك إنك تبرهم، إلا في حالة واحدة بس، إنهم يطلبوا منك تعصي ربنا أو تعمل حاجة حرام. غير كده لو سففوك التراب زي ما بنقول فالواجب عليك هو البر. وخدها نصيحة من أخوك اللي مقصر زيك برضو، برك ليهم رغم قسوتهم ده باب توفيقك أكبر في الدنيا والآخرة، وده الاختبار الحقيقي اللي ربنا حطك فيه علشان يشوفك هتصبر وتكسب ولا هتقع وتخسر. بس كده. السؤال ده جميل جدا. أنا بعمل ذنب معين وكل ما أتوب برجع، لدرجة إني بقيت مكسوف أطلب من ربنا السماح تاني. أعمل إيه؟ بص يا صديقي، الفخ اللي انت فيه ده هو الهدف الأسمى للشيطان. هو مش بس عايزك تذنب، هو عايزك تيأس من رحمة ربنا وتقطع الحبل اللي بينك وبينه جل جلاله بالكسوف. علشان كده افضل توب ولو أذنبت مليون مرة، وكل ما توقع قوم انفض هدومك واطلب السماح والمغفرة والعفو من ربنا كأنها أول مرة. الوحيد اللي فرحان بكسوفك ده هو الشيطان، لأنه ببساطة عايزك تبطل تتوب وعايزك تستسلم للواقع. أما ربنا سبحانه وتعالى بيفرح بتوبتك مهما تكررت، فما تنتش الشيطان اللي هو عايزه، خليك تواب. يعني كل ما تعك تروح تجري اللي بيغفر، ما تخليش ذنبك أكبر في عينك من رحمة ربنا. تمام؟ آخر سؤال معنا بيقول: أولا أنا بحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه غالي، وبدأ ربنا أنه ينفع بيك وتنجح يا رب، اللهم آمين. ثانيا، أنا والله تعبان يا محمد، لدرجة إني وصلت لمرحلة إني كاره الدنيا وعايز أموت فعليا. ماليش طلب غير إنك تدعي لي وتقول لي أي حاجة تخفف من الهموم اللي علي. بص يا غالي، يعني أنا مش هقعد أسمع لك كلام محفوظ من نوعية معلش وكلنا تعبانين، لأن فعليا الوجع لما بيتمكن من الواحد ما بيبقاش شايف غيره. بس أنا عايز أقول لك إن أنا كمان ساعات بحس إني عايز أموت، بس في فرق بيني وبينك. أنا ساعات بتمنى أموت علشان أشوف ربنا ونفسي والله ألقاه وهو راضي عني. أما اللي أنا شايفه من سؤالك هو إنك عايز تموت وفاكر إنك كده هترتاح. مين اللي ضحك عليك وقال لك إن الموت هو الراحة؟ الموت مش نهاية التعب، الموت هو بداية الحساب. لو أنت تعبان من الدنيا ومشاكلها، فالحل مش إنك تهرب منها لمكان ما تعرفش إيه اللي مستنيك فيه، لكن الحل إنك تستقوى بالله على الدنيا. طالما نفسك بيطلع وبينزل يبقى لسه قدامك فرصة. وخد بالك، الطبيعي في الدنيا إنها متعبة ومملة وفيها ضيق، لأنها لو كانت مريحة ومثالية ما كانش هيبقى فيها فرق، يعني ما كانش هيبقى في فرق بينها وبين الجنة. فخد نصيحة من أخوك، بلاش مثالية. يعني مش لازم تكون سوبر مان وبتحل كل مشاكلك يا باشا، عادي عادي إنك تقع وتعيط وتتعب، بس المهم إن علاقتك بربنا تفضل قوية. كمان عايزك تفرغ طاقتك، يعني اخرج اتمشى، صلي ركعتين في الضلمة وطلع كل اللي في قلبك لربنا. يعني يا رب أنا تعبان ومحتاجك، والله الكلمة دي كفيلة تغير حالك. قوم اتوضى وصلي ركعتين واعرف إني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وطالما أنت شايل الحمل ده يبقى أنت والله كده. أبشر يا غالي. وفي الختام، ما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك والشير علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.